باقي 3 تحديات وتتحسم جايزه النص مليون جنيه. زي ما شفتوا التحديات اللي فاتت نزلنا مع اكتر من 1000 خنفسه في صندوق واحد، وبعدها نزلنا في صندوق واحد مع اكبر افعى في مصر وهو كان تعبان الاناكوندا. بعدها رحنا بيوت مسكونه وتحدينا خوف، واخر تحديين كنا نزلنا لاشرس كلاب في مصر ودخلنا قفص اسد مع اسد سايب بدون ما يتربط. التحدي اللي فات عشان التامين قبل ما ندخل لقفص الاسد كنا مامنين نفسنا ب3 عربيات اسعاف، بس المره دي عربيات الاسعاف ما بتنفعش ميت، عشان كده مامنينكم التحدي ده بدي. هي دي الفكره بتاعت الفيديو النهارده. مش عايز حد فيكم يتصدم، وعايز اقول لكم ان احنا دلوقتي عددنا 4.5 مليون متابع. لو انت اول مره تتفرج علينا انزل دلوقتي حالا اتاكد ان انت عامل اشتراك في القناه عشان كل الفيديوهات اللي فاتت تظهر لك، وكل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل يوم جمعه الساعه 2 تظهر لك. وما تنساش ان كل تحدي بينزل بيكون اخطر من اللي قبل. الحفره دي تبعنا في الفيديو صح؟ الحفره دي هي اللي احنا هنبدا بيها النهارده. تمام خلاص كده الفكره وصلت. عربيه تكريم الانسان وحفره، الفكره وصلت يا جدعان خلاص. السلام عليكم. جاهزين يا رجاله؟ مع كترة سيرة الموت الفترة دي وان انت لما تفتح الفيسبوك تلاقي جنازة ورا جنازة وخصوصا موت الشباب كمان، فاحنا قررنا ان احنا نعمل تجربة النهاردة ونجرب احساس الموت قبل ما يجي معانا. فكل واحد فيكم هيجرب التجربة دي النهاردة وهيقول للناس ايه الحاجة اللي حسها جوه القبر. وطبعا زي ما كان بيعمل كده الصحابة زمان، وتحديدا عمر بن الخطاب لما كان بيعمل لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيها كل يوم ويحاسب نفسه قبل ما يجي يوم الحساب بتاعه. فدي هتكون التجربة بتاعتنا النهاردة. بجد يا جماعه والله انا ما اعرفش الموضوع في كده، جايبين لي صندوق جايبين لي عربيه موت، انا مش فاهم يا جدعان. انت لو كنت تعرف ان في كده ما كنتش هتيجي يا جدع. احنا مره فران ومره انتوا بتهزروا يا جدعان الكلام بجد والله. انا قايل ان انا اوت بجد، ولا اخويا برضه هينزل في الكلام ده. اصل انا لا انت قول اتكلم عن نفسك. ماشي تقلب بجد، انا بتكلم بجد يا جماعه، دي الحوار ده يقلب بجد، الحوار فيه حفر وفيه انتوا بتهزروا. طب يا جدعان زي ما انتم شفتوا كده هما الاثنين موافقين ومرحبين بالفكره جدا، واول واحد هيبدا معانا النهارده في التحدي هو حسين. كله نفس ذائقة الموت يا جدعان، اجهزوا عشان انتوا الثلاثه اللي عليكم الدور بعدها، وانا رابعكم ان شاء الله هنزل معاكم. حسين كلنا مسامحينك على اي حاجه عملتها قبل كده، حد عليه ليا فلوس عليا فلوس خلاص يا جدعان مسامحينك يا حسين. انزل 15 جنيه بس اللي عليك. يا ابني محدش بياخد حاجه، مفيش حد بياخد اي حاجه. لو معاك موبايل معاك ساعه معاك فلوس معاك اي حاجه حطها. لا اله الا الله، احنا منزلينك بجزمه يا جدعان. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله. طبعا يا جماعه انا ما قدرتش اشارك معاهم في ان انا اشيل اخويا طبعا في الخشب عشان مش للدرجه دي، يعني الالحاد ما يوصلش بيا لكده، بالتالي خليتهم هم اللي يعملوا ده. حسين طبعا يا جماعه احنا مأمنينه ومراقبينه وهو جوه القطر. حرك رجلك اليمين، لو في اي حاجه الرمل دلوقتي هينزل على رجلك هيغطيك. يا جدعان انا مرعوب والله، ما كنتش متخيل الموضوع مخيف قوي كده. سيه ايوه انت كويس؟ لا مش كويس وعايز اطلع. هتكمل؟ لا مش هكمل. دلوقتي معاك فرصة تانية رجعت ليها للحياة. قلبي بيدق فشخ. انت كويس؟ مش قادر والله. شوف رغم انها ما اتدفنتش للاخر بس فعلا تجربة صعبة، وانت شايف
ان هم ماشيين بيك كده وشايف ان اللودر جاي وبيردم عليك وشايف سامع الاصوات حواليك، تبقى في قمه الرعب. والله بجد بتبقى في قمه الرعب فعلا. لحظه لازم كلنا نبقى مستعدين يا جدعان. طبعا حسين عمل معانا التجربه دلوقتي، بس احنا وقفنا ردم عليه باللودر لانه هو دلوقتي اتخنق قبل ما نكمل ردم الصندوق للاخر. فاحنا هنكمل دلوقتي بمازن هينزل وانا هنزل بعدهم عشان نجرب التجربه بتاعتنا. يلا يا مازن. انا قلبي بيدق اقسم بالله يا جدعان. يا نهار اسود. مع السلامه يا مازن. لا اله الا الله. بس بسم الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم اغفر له وارحمه. انا لله وانا اليه راجعون. الرعب ده. لا اله الا الله. بسم الله. مازن كويس؟ ايوه. حاسس بايه؟ مرعوب يا عم. هيتردم عليك دلوقتي حالا. افتكر كل حاجه عملتها في حياتك، ما تخافش بقول الله. لحظات اللي بتفرقك بين دفء اهلك بيبقوا معاك وبعد لحظات كلهم بيتخلوا عنك. الرملة وهي نازلة شعور بجد صعب، يعني تحس ان انت مش قادر، فاهم؟ اللي هو انت الرملة ده نازلة عليك ان خلاص دي النهاية. يا جماعة الصندوق هيقع عليا. هو مين بيلعب في الصندوق يا جدعان؟ لا الحوار صعب، الحوار صعب قوي يا جماعة بجد. الحوار صعب بجد قوي. حد يجي يطلعني يا جدعان. يا حسين حد يجي يطلعني. مازن انت كويس؟ لا طبعا مازن ما استحملش كمان ان هو يتدفن لحد الاخر وقال لنا وقفوا اللودر لانه اتخانق اكتر من كده، فالنص التاني بس هو اللي باين اللي عند رجله. مازن ايه؟ حاسس بايه؟ عايز اقوم اهينك. تقوم تهني؟ انت دلوقتي تحت القبر، يعني احنا ممكن نسيبك ونمشي دلوقتي. ولا مين اللي بيتكلم، حسن ولا حسين؟ وحياة امي لا ههينك. يعني انت قليل ادب وانت عايش وانت ميت؟ طب مش هنطلعك. يا تطلعني انجز. عايز تطلع؟ اه. عايز ترجع للدنيا؟ اه. ادعي ربنا. ربنا ياخدك. اللي بيموت ما بيرجعش. يا مازن لو جات لك فرصه ثانيه ان انت ترجع للحياه قول لنا هتعمل ايه؟ هقوم اضربك. تقول ايه؟ هقوم اضربك اقسم بالله. هقفل لكم القناه بتاعتكم. يلا يا مازن قدر ان الكلام ده طالع من تحت الارض يا مازن. طلعني. مش ممكن يكون سبب وفاتك ان انت مش عامل سبسكرايب عندي في القناه عندنا 4.5 مليون الا واحد، الواحد ده كان انت، عشان كده انت موجود هنا النهارده. اول ما تتخنق قول لنا انا اتخنقت عشان نطلعك. يا اسطى ما فيهاش هزار وربنا. طلع مازن. ربنا ينتقم منكم. جات لك الفرصه انك ترجع للحياه تاني. لا 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 يا جدعان، لا 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 لا. كله سقف لك ده عشان طلع حي الحمد لله. عاش يا جدعان. الحوار صعب قوي يا جدعان اقسم بالله. انا الرمله بتنزل عليا انا فاهم، انت حاسس بتدفن بجد فاهم، وبعدين انتوا شايليني بقى عمال اتحرك يمين وشمال كده. بالنسبه لدينك ايه احساسك لما رجعت للحياه؟ نفسك تعمل ايه تاني؟ الاثنين دول لازم يتلغوا بره مصر لان حواراتهم كترت. اول ما جيت عملت ذنب بالظبط. لا فدي اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بعد كده بقى نشوف بقى نعمل ايه بقى. يعني بجد والله يا جدعان لا بقى وانا تحت في رمله عماله سرسوب رمله عمال يخش. تنصح حد يجرب التجربه دي؟ لا احنا كنا المفروض ان احنا هنختار حد من الفانز زي ما قلنا لكم الفيديو اللي فات ان هو يجرب معانا التجربه دي، طبعا لان التجربه دي من اخطر التجارب اللي اتعملت في مصر، فقررنا ان مش هيكون في التجربه دي لان فعلا الموضوع كان صعب ومفيش مستحيل كان حد فيكم يقدر يستحمله. انا المفروض الدور عليا دلوقتي، وللاسف ميعاد الدفنه بتاعتي جت بالليل، ودي اكتر حاجه كنت بخاف منها في حياتي، اتدفن بالليل. هو انا مش طايقك والله، بس انا انصحك ما تنزلش فعلا صعب. لا هينزل. عايز اقول لكم ان رغم ان انا اللي عامل التجربه دي فعلا، اللي قعدت اسيرش كتير قبل ما اعمل التجربه دي واشوف كل طرق الامان قبل ما اجربها، بس انا خوفي الاول وفي الاخير من اللودر وهو بيدفن. ده اول حاجه، ان اللودر ممكن يقع عليا يموتني جوه الحفره دي. ايوه ده فعلا الموضوع رعب في الحته دي. انا كنت مرعوب من نفس الحته والله. تاني حاجه خايف منها ان انا اتخنق، لان انا اصلا عندي جيوب انفيه والنفس عندي صعب، فنفس صعب وتراب ودفنه كمان، فالموضوع يبقى اصعب. وحاجه اخيره ثالثه، لو انتوا عايزيني ما اشاركش في التحدي ده، ان انا اكتر حاجه بخاف منها وموصيهم ان انا لو مت محدش يدفني بالليل. انزل يا باشا عشان وانت تحت هتعرف احساس الموت عامل ازاي. اي حد بيتفرج على الفيديو ده يا جدعان ما ينساش ان هو يعمل لايك، ولو ده اخر فيديو في حياتي اعملوا لي كولدير. عايز اقول لك ان مفيش حد حواليك غير انا ومازن ومعاذ، ومش بس كده، عايز اقول لك ان تقريبا بعد ما دفناك كده هنعدي عليك بكره ان شاء الله. لو في حد قدامه الفرصه ان هو ما يعملش التجربه دي اتمنى ان هو ما يعملهاش بصراحه. يا حسن عايز ايه؟ عايز اقول لك ان احنا هنتقابل في الجنه ان شاء الله. سلام يا اخويا. على السلامه. احنا خليك قد التحديات انا اللي بتعملها. لا فعلا مش قادر اتنفس والله. خلي بالك من نفسك يا حسن. مازن انتوا رايحين فين يا مازن؟ يا جدعان يا جدعان بطلوا هزار يا جدعان، هموت والله. يا مازن حسين
ما جابنيش اسيبه يا جدعان، عشان كده كفايه عليه كده. هنطلعك دلوقتي يا حسن. ايه ده هو مات بجد ولا ايه؟ حسن ولا يا عم ايوه افتح يا جدعان. حسن طلع يا جدعان، وحسن على قيد الحياه مره ثانيه ورجع للحياه الدنيا. ايه احساسك وانت رجعت للدنيا تاني؟ يا ايه ده انت ولا بتعيط ولا ايه؟ الله يخليك. ما انت اللي عامل اصلا التحدي ده يا اسطى. ما جربتوش قبل ما. ايه احساسك يا حسن؟ عايز اقول لك ان انا عيطت والله بصراحه، ما قدرتش والله يا جدعان. احساس اولا نفس صعب جدا، المفروض ان في الحقيقه بتكون مردوم ومردوم عليك تراب. عارف هو مرعب ليه؟ عارف هو مرعب لان دي حقيقه، يعني دي حقيقه احنا هنوصل لها في الاخر، يعني الفكره كلها اللي انت عارف ده هيبقى اخرنا، فالموضوع أيوة مرعب قوي. انا عايز اقول لاي حد بيتفرج على الفيديو ده، اتمنى تكون الرساله وصلت لك، لكن مش شرط ان انت تجرب التجربه دي عشان فعلا التجربه مش حلوه. وعايز اعرف حد فيكم كان يقدر فعلا يستحمل ان هو يقعد معانا جوه الصندوق ده زي ما انتم شايفين كده تحت الارض ويتدفن عليه ولا لا؟ انا شايف يا جماعه ان الناس بجد والله يعني هي ما تجربش التجربه ديت زي ما هو قال، بس تحاول تعيشها، يعني بان هي تفكر ان هي ممكن تنزل حاجه زي كده وممكن ده يحصل لها فعلا، وهتعمل ايه، ويا ترى زي ما هم قالوا هل هو مستعد ولا لا. اصلا انا عندي فوبيا من الحاجات دي، بس انا هدخل في الاخر تحت تراب وهيتردم عليا وهفضل لوحدي، ومش هيبقى لي غير العمل الخير اللي بعمله اللي هو في الدنيا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. اخر حاجه عايزين نوصلها في الفيديو ده يا جدعان، ان كل الناس او كلنا عموما بقينا نصحى من النوم كل هدفك ان انت ازاي تشتغل وتعمل فلوس بس، لكن ما بقاش في اي تفكير للاخره، مع ان احنا هنا في الدنيا جايين اخرنا تقريبا هنعيش 60 او 70 سنه، وبعد كده هنروح للحياه الثانيه اللي ما فيش بعدها موت، فلازم نعمل للحياه الثانيه. ودي كانت فكره الفيديو النهارده، نشوفكم يوم الجمعه الجايه الساعه 2 على اليوتيوب. سلام.